وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها 3 غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وفي رواية: فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الخداج النقص، والخديج الناقص الخلقة. والصلاة في قوله قسمت الصلاة المراد بها الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها. قال النووي: فيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة، بل الواجب آية من القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر. ودليل الجمهور قوله: لا صلاة إلا بأم القرآن. فإن قالوا المراد لا صلاة كاملة، قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ. وأخرج البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.